بتبدأ حلقتنا الأولى في أيسلندا عام 1002 ميلادي. عيلة من الفايكنج بسيطة مكونة من أب وأم وابن وابنة وشغالة في النص كده. الأب اسمه ثورز، ليس إلا مقاتل من العيار الثقيل، والابن اسمه ثورفين، طفل طموح نوعا ما وعاوز يكتشف أراضي جديدة فيها خضار بعيدا عن أيسلندا الثلجية. بتيجي سفينة حربية للقرية دي، وقائد الجنود اللي اسمه فلوكي يكون عاوز يتكلم مع ثورز ويقول له إن الجنود الإنجليز هجموا عليهم، وهم قرروا إنهم يجمعوا كل قوات الفايكنج ويهجموا هم عليهم الأول، وبيطلب فلوكي من ثورز إنه ينضم إليهم. واتضح إن ثورز كان جندي ليه رتبة عالية جدا في جيش الفايكنج، لكنه هرب علشان يعيش في سلام. هنا يا صديقي قام فلوكي بتهديد ثورز إنه لو ما جاش معاه هيخلي الجنود اللي معاه يقتلوا كل القرية، لكن للأسف في الآخر ثورز اضطر يوافق إنه ينضم إلى جيش الفايكنج. وعلى الناحية التانية بيتفق فلوكي بعد ما مشي من قرية ثورز مع قائد تاني كده إنه يقتل ثورز ويغتاله. جهزت القرية شبابها علشان يروحوا مع ثورز، وواضح إنهم كلهم ما يعرفوش يعني إيه حرب أصلاً، وكلهم عايشين في مية البطيخ. وتتحرك السفن، ولكن تحدث هنا المفاجأة يا صديقي، ويتضح ان ثورفين ابن ثورز طالع معاهم على السفينة، بس كان مستخبي في برميل. واول مشكلة بيقابلوها وهم رايحين لاول مدينة هيستريحوا فيها ان في قراصنة طلعوا عليهم وبدأوا في الهجوم عليهم، وبيتضح ان القراصنة دول هم اللي فلوكي كلفهم بقتل ثورز. لكن هنا ينقضي ثورز عليهم الاول وحده يا صديقي، ويبدأ في اسقاطهم واحد تلو الآخر. وبالفعل يا صديقي بيقضي ثورز لوحده على نصف قوات القراصنة دول. وهنا طلعت فكرة جهنمية ثورز انه يبارز قائد القراصنة دول، ولو فاز عليهم يسيبوهم في حالهم. وتبدأ المبارزة يا صديقي. ويبدأ هنا قائد القراصنة أشيلاد بحركة مراوغة ويسقط شراع السفينة على ثورز، وبعديها بيهجم بسيفه في حركة مراوغة ولا أروع، طاعنا ثورز في صدره، لكنها تكون طعنة سطحية على حد ما. وهنا ينقضي ثورز ولا الثور الهائج على أشيلاد، وتتوالى ضربات من ثورز في سرعة خاطفة. وبالفعل يا صديقي يفعلها ثورز ويراوغ أشيلاد ويضربه ضربة تخلي سيفه يقع منه وياخده منه ويثبته. لكن هنا يا صديقي بينط واحد من الجنود وإذ به يقفش في الطفل ثورفين ويهدد بقتله لو حد اتحرك. وهنا يا صديقي يضحي الأب بنفسه مقابل حرية ابنه. وهنا يطلب ثورز من أشيلاد إنه يوفي بعهده ليه بأنه بيسيب بقية السفن بتاعته. وهنا ينفطر قلب الابن على فراق والده أمام عينيه. وهنا يا صديقي يثور الطفل ويتوعد الجميع بأنه سينتقم لوالده ثورز. بيوصل ثورفين جزيرة مع بقية المراكب، وبيوصل بيه انه يطلب يبارز قاتل أبيه غضبا وانتقاما منه، لكنه للأسف يا صديقي كما نعلم كلنا ونراه الآن ليس إلا طفل يبارز عملاق. طبعا يتهان الطفل ده وينضرب من أشيلاد ويسيبوه ويمشوا. عدت شوية أيام وبدأ يتدرب ثورفين مرة تانية على حمل السيف مع نفسه، وراح تاني لأشيلاد مرة تانية وطلب يبرزه للمرة التانية في خلال أسبوعين. لكنه يا صديقي يتهان أكتر من المرة الأولى يا صديقي، وبيتم فشخه بنجاح. وتوعد ثورفين أشيلاد للمرة الثانية أنه سينتقم منه عاجلا ماجلا وهيقتله. وهنا يا صديقي بينضم ثورفين لأشيلاد في سفنه، لكن كهارب معاهم علشان ما يموتش.
وهنا يا صديقي بيتم الهجوم على الفايكنج من الجيش الإنجليزي، وبيبدأ القتال بين الفايكنج والإنجليز. بيظهر جندي إنجليزي على ثورفين ويثبته أرضا، لكن أشيلاد ينقذه. بيسيبه أشيلاد وبيتمسخر بيه ويقول له إن الضعفاء هم أول ناس بتموت في الحرب. لكن هنا يثور ثورفين وينقض على جندي إنجليزي آخر ويقوم بطعنه مئات المرات، ويكون هذا الجندي أول قتيل على يد ثورفين ابن العملاق. ومن هنا يا صديقي تحول ثورفين من الطفل الطيب الحنون إلى الوحش الكاسر في مسيره مع أشيلاد على مدار السنوات. ويصبح ثورفين يد أشيلاد اليمنى، ويصبح ثورفين كالكلب الهائج اللي بيدور على أي خناقة يسطو السلام. يفوت 6 سنين من وقت مقتل ثورز ويكبر ثورفين ليصبح شابا مخضرما بالقتال. وتأتي 1012 ويفوت 10 سنين من مقتل ثورز العملاق، ويصبح ثورفين شابا في مقتبل العمر ليلعب دور الكشاف الأول اللي بيدخل أي قرية في الخفاء ويدي إشارة لجيش الفايكنج بوقت الهجوم. وهنا اتحد أشيلاد بجيشه مع الجيش الفرنسي ضد الجيش الإنجليزي، وأشيلاد أمر ثورفين إنه يجيب له واحد من القوات الإنجليزية لابس خوذة عليها ريشة، يعني هو القائد بتاع القلعة دي. وبالفعل يا صديقي أول ما بيشوف ثورفين بيبدأ مطاردته، وبدأ هذا الكلب الهائج بالانقضاض على فريسته قاتلا جنديا بعد الآخر حتى يصل إلى القائد. وبالفعل يا صديقي يصل ثورفين إلى رأس القائد ويطيرها من على جسمه، لكن الرأس يا صديقي تطير منه وتطير في الماء، فينط وراها ثورفين علشان يقدمها لأشيلاد. وهنا يصل جيش الفايكنج ويدك حصون الإنجليز وينهبوا كل حاجة في القرية. وهنا يا صديقي بيظهر ثورفين على سفينة أشيلاد مقدما رأس القائد له. وهنا يا صديقي بيتحدى ثورفين أشيلاد للمرة الثالثة على التوالي على مدار حياته انتقاما لوالده، لكن بيقول له أشيلاد إنه لازم يهربوا الأول ويقتلوا بعدين. بيرجع أشيلاد بسفنه إلى الشمال وهي مليانة كنوز، ويأتي وقت النزال ويبدأ ثورفين بالهجوم السريع على أشيلاد، لكن بيرد عليه أشيلاد بضربة واحدة جامدة جدا أبعد فيها ثورفين عنه، لكنه بيهجم مرة ثانية بعد الدفاع ويكاد يصيب أشيلاد بخنجريه يا صديقي، لكن برضو أشيلاد جامد وأبعد ثورفين عنه. وهنا يا صديقي بدأ أشيلاد يستفز ثورفين علشان يفقده تركيزه، وهنا بيهجم ثورفين على أشيلاد مستشاطا بالغضب، لكن هنا يا صديقي بيفقد تركيزه وأشيلاد تمكن منه يا صديقي وأسقطه أرضا. يمشي أشيلاد بعد كده ويسيبه على الأرض. تفوت السنين يا صديقي وتأتي 1013. هنا يكون فلوكي بأمر من ملك الفايكنج سوين بأنه يروح للندن علشان يغزوها، وبرضه في نفس الوقت يكون أشيلاد وجيشه رايحين للندن. ويكون هناك في واحد من الفايكنج اسمه ثوركل متحد مع الإنجليز وبيحمي لندن، لكن ثوركل يستهزأ بفلوكي وينوي قتاله. وهنا بيبدأ ثوركل الهجوم على فلوكي برمي حجر كبير جدا على السفينة بتاعته، وواضح ان فلوكي ده عارف مدى قوة ثوركل فقرر الانسحاب، وتبدأ المعركة الكبرى بين فلوكي وثوركل. لكن يا صديقي ثوركل لوحده ده زي هرقل كده بيفتك بفيلق السفن كله لوحده. ما هذه القوة يا صديقي؟ وهنا بيبدأ الهجوم من قبل أشيلاد على ثوركل، وبيبدأ أول التحام بين ثورفين وثوركل، بل وكمان ثوركل يعجب به وبخفته، وبدأ القتال بينهم. ثوركل أعزل ويضرب كل الضربات بيديه العاريتين، وثورفين يطعنه بخناجره الصغيرة ولا المطاوي الصغيرة يا صديقي. ثورفين سريع جدا وخفيف ويكاد يصيب ثوركل، لكن يا صديقي ثوركل سريع الحركة هو كمان ولا يستهان به. وبدأ ثورفين الهجوم المنخفض على ثوركل، وبالفعل يا صديقي يستطيع الوصول إلى ثوركل ولسه هيطعنه يا صديقي. بيقوم ثوركل مدافع عن نفسه بإيديه العاريتين فقط، والخنجر يخترق يد ثوركل. لكن هنا أمسك ثوركل بثورفين وبدأ اللعب به حرفيا يا صديقي. ما هو طفل أمام عملاق،
وبدأ بالهتك بثورفين. لكن هنا يا صديقي بتحصل المفاجأة الأروع، بيقدر ثورفين على قطع أصابع يد ثوركل ويهرب بعديها ثورفين في المية. وصل الملك سوين إلى الجزيرة وإلى أشلاد. ساب الملك 4000 جندي في جزيرة قريبة من لندن لحصار ثوركل بقيادة الأمير كنوت ومعه راغنار. وهنا ثوركل ما قدرش يصبر وبدأ هو بالهجوم على الفايكنج ومعاه 500 راجل بس. واتضح ان الجيش الفايكنج ال 4000 جندي كله انهزم يا صديقي. بيقوم أشيلاد بعمل فخ ثوركل وحرق الغابة على جيشه كله وبعتوا ثورفين علشان ياخد الأمير من وسط النيران. ويبدأ ثورفين بالدخول جوه خطوط الأعداء وصولا للأمير. لكن يا صديقي بيظهر ثوركل ضده مرة تانية. لكن هنا ثوركل بيفاجئ ثورفين انه يعرف والده وان ثورز هو الوحيد الأقوى منه في العالم ده. الغريب انه خلاه ياخد الامير وسابه، وبالفعل بياخد الامير لاشلاد. طلب اشلاد التعزيزات من الجانب الاخر من الفايكنج، وبالفعل تصل اليه التعزيزات لمحاربة ثوركل، وبالفعل عبروا البر الثاني من النهر. لكن للأسف يا صديقي قد غرر بهم وهم في المسيرة كلها، وظهر عليهم جيش من الفايكنج بس من قبيلة تانية مالكة للأرض اللي كانوا ماشيين فيها. وهنا قرر أشيلاد وقائد الجيش الثاني يتكلموا فيما بينهم، واتفق أشيلاد مع قائدهم انه هيتظاهر انه أسرى ليهم اثناء عبورهم لبلادهم. وبالفعل بدأوا في رحلتهم. دوس بقى يا صديقي على المربع اللي طلع لك ده علشان تشوف الفيديو الجديد. يلا بينا.